القفطان مغربي وليس جزائري. صدمة وانهيار للإعلام الجزائري من تصريحات زوجة رياض محرز نجم المنتخب الجزائري تايلور، اللي خرجت وبكل صراحة علشان تعترف وبتصدم كل الصحف والإعلام الجزائري اللي كانوا بيقولوا ما شاء الله على القفطان الجزائري، وكانوا مصرين ان القفطان اللي ارتدته زوجة رياض محرز تايلور في حفل زفافها هو قفطان جزائري وليس مغربي، عشان تخرج بالحقيقة وبتعترف زوجة رياض محرز شخصيا. في البداية تعالوا نتفرج الإعلام الجزائري قال لك إيه؟ قال إيه عن القفطان المغربي الأصل، وإزاي كانوا هم موقنين وبيحاولوا يقنعوا الجميع إن القفطان ده يا جماعة جزائري وليس مغربي. نتفرج على صفحة المرصد الجزائري اللي قال لك إذا تحدثتوا عن الجمال تحدثوا عن القفطان الجزائري. يذكر أن القفطان مسجل باسم الجزائر في اليونسكو. طبعا عزيزي المشاهد كلنا شفنا القفطان اللي كانت لابساه زوجة رياض محرز في حفل زفافها أو في ذكرى حفل زفافها، وكان كمان لابس رياض محرز الجبادور المغربي. وكانوا مصرين الاعلام الجزائري ان اللباس دوت لباس تقليدي جزائري، رغم ان الكلام دوت غير صحيح، ولكنهم قالوا اننا وثقناه في اليونسكو، عشان بعد كده تخرج اليونسكو ذات نفسها وتكذبهم. وحتى كمان يعني زوجة رياض محرز اللي هي المفروض متزوجة شخص جزائري برضه تكذبهم. زوجة محرز بتضع منشور خاص بتشكر فيه مصممة الأزياء المغربية سلمى بن عمر التي صممت لها قفطان مغربي يوم احتفالها. بوم، ضربة قاضية. فكتبت تايلور زوجة رياض محرز عبر صفحتها الشخصية على انستجرام كلام الحقيقة قوي جدا جدا، صدم وفاجئ الإعلام الجزائري اللي بيحاول ان هو يؤكد ان القفطان ده جزائري وليس مغربي. كتبت أريد أن أشكر المصممة المغربية الموهوبة سلمى بن عمر التي صممت هذه الملابس الجميلة لي ولعائلتي. شكرا لك على جعل احتفالنا مميز حقا وعلى حرفيتك المذهلة في القفطان المغربي. طبعا عزيزي المشاهد هو من البداية كلنا كنا عارفين ان القفطان دوت مغربي، وحتى الجبادور كمان اللي كان لابسه رياض محرز برضو عارفين ان هو مغربي، ولكن تعليقات الصفحات الجزائرية اللي كانت كلها موحدة على نفس الرأي ان اللباس دوت لباس تقليدي جزائري، وبيحاولوا ان هم يوهموا الناس بالكلام دوت اللي هو عاري تمام من الصحة وغير صحيح. فبصراحة خرجت زوجة رياض محرز شخصيا بتشكر في القفطان المغربي ومصممة الأزياء سلمى بن عمر. فكتبت بقى وأكدت سلمى بن عمر مصممة الأزياء المغربية عبر موقع انستجرام ان ما نشرته الصحف الجزائرية وبرنامج ايت بالعربي حول زفاف اللاعب الجزائري محرز وزوجته الإنجليزية ان كل الأزياء من تصميمها وهي مغربية، سواء أزياء العروس والزوج والأطفال كمان. والقفطان اللي لبسته زوجة رياض محرز من تصميمها هي سلمى بن عمر، وهو القفطان في إحدى عروضها. وقد تراجعت القناة العربية عن قول التقاليد الجزائرية بعدما قدم المغاربة الأحرار بالدليل والبرهان، وخاصة المصممة المغربية سلمى بن عمر الشهيرة بأزيائها وتصاميمها في دول الخليج. اتفرج معايا سلمى بن عمر شخصيا بنزلت صورة للقفطان اللي صممته خصيصا لزوجة رياض محرز، وتقول لكم اهوت بالدليل اتفرجوا. وكمان حتى عايز دليل اكتر من كده ان صاحب الشأن شخصيا اللي هي زوجة رياض محرز تشكرها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام. جو الخنشلة بقى وحش جدا جدا بصراحة، وحاولت ان احنا نسرق التراث والتقاليد، بصراحة حاجة مش حلوة خالص جدا جدا. بس ما شاء الله دايما المغاربة بيظهروا الحق وبيظهروا الحقيقة في النهاية وبيقولوا لك مين اللي معاه الحق. ولبسهم هما الاثنين كان كويس وحلو جدا جدا، الجبادور المغربي والقفطان المغربي عليهم هما الاثنين، وحتى ابنائهم ملبسينهم زي تقليدي مغربي، كان شكلهم حلو وكانت عيله حلوه. وحتى كمان اخر الاخبار رياض محرز قرر ان هو ياخدهم في رحله كده بمناسبه نهايه الموسم الكروي، ومفيش اي مباريات لا الجزائر ولا اي حد، فقرر ان هو يروح يقضي عطله صيفيه جميله